بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كيرلس وتمام إيرين. معجزة مزدوجة حصلت للسيدة مسيحية وهي رايحة تولد توأم. من قوة المعجزة تم نشرها في جريدة سيدني مورنينج هيرلد. ست مسيحية ساكنة في سيدني في العاصمة في استراليا. الست دي يا ربنا ما ادهاش ولاد لفترة طويلة جدا، واتمنت من جوا عمق قلبي ان ربنا يعمل وياها معجزة وتقدر تخلف حتى ولو طفل واحد بس او طفلة يفرح قلبي. طال انتظارها لكن عمرها ما يأست من رحمة ربنا برغم مرور عشرات السنوات على جوازها بدون انجاب. وجالها في يوم الخبر اللي فرح قلبي ببركة وشفاعة أمنا العذراء سلام الرب عليه. واللي طول السنين دي عمرها ما فقدت الأمل، وعمره ما في يوم بطلت إنها تنور شمعة أمام أيقونة أمنا العذراء وتترجها بالدموع. وكانت فرحة السنين لما عمل السونار وعرفت إنها حامل في توأم ولد وبنت. وعشان ربنا يأكد المعجزة كان لازم ولدتي يبقى فيها أعجوبة يتحدث عني العالم كله وتصل للعامة وللجميع مسلم ومسيحي ولا ديني. أما جمعة الولادة وهي متابعة طبعا لحظة بلحظة. جمعة الولادة كانت ولادتي غاية في الصعوبة لدرجة إني فضلت 3 ساعات وهي بتولد. وعلى الرغم من فرحتها الشديدة بالولادة وبسلامتها وسلامة أولادي إلا إن الدكاترة صدموها بخبر وحش جدا. كانت فاكرة إن الموضوع انتهي وهتاخد أولادي وتروح والموضوع يبقى زي الفل وتعيش معاهم أسعد لحظات حياتي، لكن الدكاترة صدموها وقالوا لي إن البنت كويسة وزي الفل لكن الولد للأسف فارق الحياة. وبرغم فرحتها بنجاة بنتي إلا إنها زعلت على ابني زعل ما يتقدر شيء، وعيونها اتملت دموع برغم إنها تعبانة ومجهدة من الولادة. وغصب عنها زي أي أم في الدنيا فرحتها اتقلبت لحزن وبكى وصراخ وعويل وما بقيتش قادرة تتحمل الصدمة. زوجها كان قاعد معاه في المستشفى وهو راخر قاعد يبكي بالدموع لأنه انتظر وقت طويل عشان ربنا يفرحه، واما ربنا يفرحه يروح قاسم الفرحة نصين، ياخد نصها ويسيب نصها. كان الموضوع تقيل على قلبه. دكاترة المستشفى لا غبار عليهم، يعني مش هيكونوا لسه مش متأكدين إن كان الطفل حي ولا ميت، ويقولوا ميت تأكدوا تأكيد تام إن الطفل فعلا مات. مسحت الأم دموعها وبكل إيمان صرخت من عمق قلبي وقالت انجديني يا عذراء. لكن زوجها والدكاترة اللي حواليها افتكروا انها فقدت أعصابها من كتر وتقل الصدمة اللي تعرضت لها، وضغطوا عليه انها تسيبهم ياخدوا الولد عشان يغسلوا. صرخت وقالت لهم مش هسيب حد يغسل ابني، انا اللي هحميه وانا اللي هغسله بيدي، محدش يمد ايده فيه. الست بكل الحزن وبكل الوجع ولسه في قلبي نور ورجاء بحكمة ربنا في كل اللي حصلها، وايضا بركة امنا العذراء اللي مش بتسيب اي حد حزين ولا زعلان ولا بتسيبه قلبه يتوجع ولا بتدي حاجة وتندم عليه. قلعت طفلها الهدوم اللي كانوا لبسوها له، وقلعته كمان اللفافة اللي كان ملفوف فيها، حتى البامبرز قلعته واصبح زي ما ولدته بالظبط. وخدته على الحنفية وحمته، ومن بعد ما حمته كأنه بعيد عن السامعين الغسل بتاعه أخدته في فوطة ونشفته كأنها بتنظر له نظرات الوداع. هناك بيراعوا الحالات اللي زي كدتي قوي وبيسيبوهم ياخدوا وقتهم، فسابوها تاخد وقتي مع ابني وتودعوا بطريقتها. في اللحظة دي حطته على صدرها وبقت تطبطب عليها وتكلمه كأنه هو فاهم وكأنه فعلا حي وما سابهاش ورحل. قالت له على الاسم اللي كانوا ناويين يسموه له، وقالت له انه ليه اخت توأم وكانت هتحبه قوي وكانت هتلعب معاه وكانوا هيقضوا مع بعض اجمل اوقات حياتهم. حكت له انها كانت هتجيب له العاب، وانها كانت هتوديه احلى مدارس واحسن مدارس، وانها كانت هتطلعه في مخافة الرب يسوع. حضنته وندهت مرة تاني على امنا العذراء وقالت لي زعلانة منك يا عذراء، اديتيهوني وندمت عليه وخدتيه تاني. في اللحظة دي حصلت الاعجوبة، محدش اصلا بيعرف ايدين امنا العذراء لاني غاية في الحنية وغاية في الحب وغاية في الاحتضان، وعمرها ما هتزعلها ابدا ولا تكسر بخاطرها. عقبال كل السامعين امين يا رب في كل طلباتهم. فجأة الطفل المتوفى اخذ نفس
عميق جدا وكبير قوي. الدكاترة أول ما صرخت وقالت لهم الولد فاق جريوا عليه ومعاهم فريق التمريض، وأجمعوا كلهم على كلمة واحدة، وإن الولد فعلا مفارق الحياة، وإنه كشفوا عليه ويتأكدوا إنه ميت، وإنه اللي حصل له أو عبارة عن الشهيق اللي أخده دي نظرا لاختلاف الجو اللي هو قاعدين فيه، وإن رئة الولد كأنه طفل صغير ما احتملتش. فجأة وهم بيتكلموا الولد أخذ نفس عميق تاني. هي الحكاية، هو ممكن الجو يختلف في نفس لكن يتنفس للمرة التانية، ده اللي كان كتير. الأم عملت رد فعل غاية في الغرابة ورد تلقائي من حنان قلبها على ولده. طلعت ثديه وحطت ولده على صدرها وبدأت تردعه، وحصل أمر ما كانش متوقع أبدا من الأطباء ومن فريق التمريض اللي بيحسبوها بالورقة والقلم، بيحسبوها بالطب مش بحكمة ربنا وإرادته. البيبي حرك راسه وفعلا الولد المتوفي بدأ يرضع، وعادت ليه الحياة مرة تاني ولا يستعصى على الله أمر. مش بس كده، ولكن ايديا ورجليا بدأوا يتحركوا والولد بدأ يبكي. في الوقت دي الأطباء وفريق التمريض وحتى باباه بيجوا كأنه اتكبت عليهم مية باردة، واتفاجئوا وحسوا بمعونة ربنا، وحسوا انه ما فيش مستحيل على ربنا مهما كان في نظرنا احنا البشر الضعاف ان الحاجة مستحيلة والصعبة. فعلا الولد رجع للحياة تاني. يمكن عندنا الدكاترة فعلا بتتكلم بالطب وباللي درسوه، لكن فيهم كتير قوي اللي بيقول معجزة بيد الله وسبحان الله وإن شاء الله، والكلام ده كله اللي مليان إيمان، سواء كان مسيحي أو مسلم بيقول ربنا أشاء وربنا أراد وإحنا بنعمل اللي علينا، وفي النهاية ربنا هو اللي بيكمل وربنا هو اللي بيعمل. لكن برا ما بيؤمنوش أبدا بحاجة اسمها المعجزات، وكانت معجزة صاعقة لدرجة انه اتنشرت في كل الجرايد وفي اكبر جرايد في استراليا. المعجزة من جمالها مطقت الحجر، خلت اللا ديني والمسلم والمسيحي يتكلم عن قدرة الله، ويأمن ناس كتير ما كانوش يؤمنوا بوجود الله بوجوده، وناس كتيرة تقول أشكرك يا رب لأنك فعلا موجود. ايه اللي يخلي انسان بعد ما يفارق الحياة يعود تاني لمجرد كلمة إيمان طلعت من قلب أم محرومة وحزينة وكان نفسها تفرح. يا رب لكل السامعين الكل يصلي من عمق القلب، يدي كل محرومة يفرح قلبي بالولاد بالصبيان والبنات، يدي كل محروم أمين يا رب، ما يبخل على أي بني آدم صبرت وتحملت حتى لو كانت صبرت عشرات السنين. هو يقدر يدي عملها في العهد القديم ويقدر يعملها مليون مرة في العهد الجديد، لأن الله لا يتغير مع الزمان والمكان، لأنه فوق الزمان والمكان. أيضا يا رب يسوع المسيح يحافظ على أولادكم صبيان وبنات، يبارك لكم فيهم، يحميهم من كل شر، ويجعلهم ليكم طيعين، ويباركهم ويتوب عليهم من أي حاجة وحشة. واللي معاه أطفال شقاي يا رب يهديهم ويصلح حالهم وينجحهم ويفرحكم بيهم جميعا، أمين. ويبارك في حياتكم الأسرية، وأمين يا رب. أمين يا رب يعمر بيوتكم ويحل كل مشاكلكم الأسرية. اللي زوجه زعلان مني يا رب يهديه عليه، واللي زوجته زعلانة منه يا رب يهديها عليها. بارك بيوتكم يا رب ويفوح منها عطر الرضا، ويا رب يصالحكم على بعض ويهدي سيركم، أمين يا رب. فرحانة جدا بالمعجزة ومستنية تفرحوني بمعجزات تحصل معاكم ببركة أم النور الطاهرة الحنينة، وببركة البابا كيرلس وتماف إيرين، أيضا ببركة لفيف من الشهداء والقديسين اللي ربنا متعنا بصحبتهم وبعشرتهم. ربنا يفرح قلوبكم، يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو. ما تنسوش حبايب أمنا العذراء، حبايب البابا كيرلس وتماف إيرين، شيروا الفيديو وحطوا له لايك عشان غيركم يسمع المعجزة ويتعزي ويحس بالرجاء ويعرف ان ربنا هيسمع وهيستجيب ليه ويفرح قلبه. اشتركوا على القناة وفعلوا الجرس على الكل، خلوا البابا كيرلس وتماف إيرين يفرحوا بيكم في كل مكان. ومن جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعمق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزقكم، أمين يا رب.